في الدرس الماضي أنا ذكرت شرط القدرة، بأنه شرط القدرة شرط لصحة الجهاد، وشبيه بذلك شبيه بالجهاد أيضا، وبنفس العلة والأحكام، القتل المنافقين وقتل المخالفين للشرع واغتيالهم وعقوبة إقامة الحدود عليهم، هذا أيضا من جنس الجهاد، وأيضا هو موقوف على القدرة. فمتى ما وجدت القدرة تقام هذه الحدود، ومتى ما فقدت القدرة تترك هذه الحدود ولا تقام على المخالفين. فمن ذلك إقامة الحدود على المنافقين وقتل المنافقين وقتل المخالفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ذلك، كما كان يترك أيضا الجهاد في سبيل الله في حال الضعف، إلا أنه في هذه المسألة، مسألة اغتيال الكافرين أو المنافقين أو تعزير المنافقين أو المخالفين، فيه أمر زائد على مسألة الجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان المنافقين لهم استطالة على الإسلام وعلى المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقبهم، والسبب في ذلك 4 أشياء ذكرها ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، وأهمها الذي يتعلق بموضوعنا هو الضعف وعدم القدرة. فبسبب ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين وقتل الزنادقة وعقوبة المخالفين لعدم القدرة على ذلك، فإذا وجدت القدرة أقام الحد عليهم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أو كبير المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب لما عرف بعد ذلك أنه قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ترعد له أنوف، بمعنى أنه يغضب له قومه فلا نستطيع على إقامة الحد عليه، لأن له أعوان يعينونه فتكون فتنة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده القدرة التامة على ذلك. نذكر العلل الثانية فيما بعد، نستوفي هذه المسألة، مسألة القدرة بالنسبة لقتل المنافقين والمخالفين. مما يؤكد أن عبد الله بن أبي كان له منزلة عالية في قومه وكانوا يغضبون له، أنه في حادثة الإفك الذي تولى كبره مسألة الإفك عبد الله بن أبي، فكان مقصد عبد الله بن أبي الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقصده الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهلي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: نحن يا رسول الله، إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج فمرنا به. فغضب سعد بن عبادة، لأن عبد الله بن أبي كان من قومه من الخزرج، وعلم أن المقصود هو، وعلم أن قول سعد بن معاذ إن كان من الخزرج نقتله أو مرنا به، فغضب سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا، لم يكن غضبه نفاقا، بل كان حمية احتملته الحمية، يعني حميته لقومه هي التي حملته على أن يغضب، فقال: لن تقتله ولا تستطيع قتله، يقول لسعد بن معاذ. فقام أسيد بن حضير وكان ابن عم سعد بن معاذ، فقال: إنك بل نقتله وإنك منافق تنافح عن المنافقين. فضج الحيان الأوس والخزرج
وارتفعت أصواتهم، فخفضهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بقتل أبي لثارت حمية قومه ووقعت فتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر بن الخطاب: إذا ترعد له أنوف. فترك قتل من يستحق القتل، وهو عبد الله بن أبي مستحق للقتل في حكم الإسلام وفي حكم الله عز وجل، لكن ترك قتله لعدم القدرة على ذلك. فإذا وجدت القدرة قتل أمثال هذا. فهذا دليل على أن كما هو في حال الجهاد يحتاج إلى القدرة، كذلك في حال قتل المنافقين والزنادقة والمخالفين وعقوبتهم يحتاج إلى قدرة. فإذا كان هناك فتنة ترك لأن المصلحة في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه العلة وعلل أخرى نذكرها إن شاء الله وهي باقية إلى يوم القيامة. يقول: قال أصحابنا: فإذا وجد ذلك في زمننا هذا فإننا نترك عقوبة المنافقين وعقوبة المخالفين إذا كان في ذلك فتنة أو عدم قدرة، فإن هذه العلة باقية إلى يوم القيامة. وهذا في رد على من يدعون اليوم الجهاد، فإن جهادهم اليوم إنما هو في الاغتيالات والتفجيرات، ويقصدون إلى أناس فيقتلونهم في بيوتهم أو في مكاتبهم أو يفجرون في سياراتهم، هذا معظم جهادهم. فكذلك هذا لا يجوز حتى لو كان هذا الشخص، وقد ظهر في زماننا هذا أيضا في الكويت، يعني ظهرت جماعة يقيمون الحدود وكتبوا رسالة اسمها القول المبين في القول المبين في إقامة الحد على مخالف شريعة رب العالمين، أو ما أذكر لفظ اسم الرسالة. استدلوا بها على ما هم عليه من جواز قتل المنافقين بقتل رجل مسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى قتل امرأة يهودية كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فخنقها، وكانت أم ولد، يعني هي جارية له، فكان يطأها بملك اليمين، فكانت ولدت له ولدان، وكانت رفيقة به ورحيمة به بهذا الأعمى، لكنها كانت تقع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسبه. فذات ليلة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحتمل هذا الرجل فقام فخنقها فقتلها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها، أهدر دمها. فهذا دليل على أن هذا الفعل صحيح. فأخذوا هذه الحادثة مع حادثة كعب بن الأشرف عندما قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة قتلوه أيضا، وقالوا هذا دليل على جواز قتل المنافقين. ويقولون كاتبين في الرسالة واسمعي يا جارة، إياك يعني واسمعي يا جارة، يعني هذا الآن حكم المنافقين، هؤلاء المنافقين الذين يكتبون في الصحف ويتكلمون بالطعن بالدين، وهذا حكمهم القتل، يبيحون لأنفسهم. ثم يقولون وقتلها يجوز لكل مسلم، ويقولون قال ابن تيمية في هذه المرأة التي قتلها الأعمى أنه قتلها يجوز لكل مسلم، فلا يشترط أن يكون ذلك من ولي الأمر، بل لكل مسلم، ولا سيما في هذا الزمان الذي خلا عن خليفة المسلمين. وبالرجوع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله يتبين أن قولهم باطل مخالف للحق. فإن ابن تيمية عندما ذكر هذه المسألة قال أن هذه المرأة كانت تقع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان حكم من وقع بالنبي وسب النبي
فإنه يهدر دمه ويكون له حكما خاصا به، يكون له حكما خاصا به ليس كغيره. والدليل على ذلك يقول أن هذه المرأة اليهودية التي كانت عند ذلك الرجل الأعمى المسلم، وكانت أم لولدين له، لو كانت بسب النبي صلى الله عليه وسلم نقضت العهد، هي بما عصم دمها الآن؟ عصم دمها بحكمها حكم أهل الذمة، حكمها حكم أهل الذمة. كذلك المرأة إذا تزوجها المسلم، تزوج كتابية وأتى بها إلى بلاد المسلمين، يصبح حكمها حكم أهل الذمة، فيعصم دمها بالذمة، بعقد الذمة. فالذمي إذا نقض عهده هل يباح دمه؟ لا. الذمي إذا انتقض عهده فهو كالحربي، يصبح حربي. والحربي حكمه أن الإمام مخير به بين 4 أشياء: إما أن يقتله، وإما أن يفدي به، وإما أن يسترقه، وإما أن يمن عليه. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يختار واحد من هذه الأشياء، إنما الحكم هو لإمام المسلمين. فلو كانت هذه المرأة انتقض عهدها بذلك لأصبحت كافرة حربية، والكافر الحربي إنما يخير الإمام به بين 4 أشياء، فلا يجوز لهذا المسلم أن يختار أحدها. هذه واحدة. الثانية أن هذا في الرجل، أما في المرأة فلا تقتل. الحربية الكافرة الحربية فإنها لا تقتل. وكذلك إذا انتقض عهدها الذمية فإنها لا تقتل، ولكن تسترق أو يفدى بها أو يمن عليها. هذا هو الحكم المخير فيها. طيب، هنا وذكر ابن تيمية في هذا الباب الآيات والأحاديث الواردة في عدم قتل النساء فلا تقتل. وهنا إذن كيف قتلها هذا الأعمى؟ هذه أيضا دليل على أنها ليست مجرد ناقضة للعهد، وأن لها حكم خاص بها. الأمر الثالث، وأنها يقول ولو تعين قتلها مثلا فإن ذلك يكون للإمام، فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام. هكذا قال ابن تيمية رحمه الله. حتى تنزلا، لو أنه تعين قتلها تنزلا فإن قتلها حدا لا يقيمه إلا الإمام أو نوابه، فكيف جاز لهذا الأعمى أن يقتلها؟ فأجاب عن ذلك بجواب، وهو أن هذه حالة خاصة، وهي كافرة حربية تحتم قتلها لإيذائها للنبي صلى الله عليه وسلم. فبسبب سبها للنبي وإيذائها للنبي فهي حالة خاصة تعين قتلها بعينها، وهذه يجوز قتلها لكل أحد. فأخذوا هذه العبارة من كلام ابن تيمية وقالوا يجوز قتلها لكل أحد ولا يتعين الإمام لقتلها، أخذوها وقالوا إن الكافر يجوز قتله لكل أحد، وأهملوا كل هذه الشروط وكل هذه الضوابط. فالحقيقة أن المرتد يستتاب، وأن الكافر الحربي يخير الإمام به بين 4 أشياء، والذمي كذلك إذا انتقض عهده فإن يرجع الأمر إلى الإمام، وإن تعين قتله فيكون بيد الإمام هو الذي يقتله. لكن هذه حالة خاصة، هذه مع قتل كعب بن الأشرف حالة خاصة، وهو أنه وقع في النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعين قتله، كما أن المسلم من جهة أخرى إذا تعين قتله مثلا قصاصا فلا يعصم دمه لا بعهد ولا ذمة ولا أمان ولا شيء. لو أمنه من أمنه من المسلمين فإنه لا يعصم دمه إذا تعين قتله قصاصا في حق القتل. فكذلك هذا كعب بن الأشرف وهذه المرأة سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتعين قتلهم ولا يرتفع ولا يعصم دمهم بشيء مطلقا، ويجوز لكل أحد قتلهم حالة خاصة. فأخذوا هذه الحالات الخاصة بالذات وجعلوها دليلا لما هم عليه من الجهاد في سبيل الله.
وهذا طريقة أهل البدع وأهل الأهواء، فإنهم يلجؤون إلى المتشابه من الأدلة ويتركون المحكم من الأدلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. يقول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يتبعون ما تشابه منه، يتبعون المتشابه من الآيات والأحاديث ويتركون المحكمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهم فاحذروهم، إذا رأيتموهم فاحذروهم، يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات. أتوا إلى قصة كعب بن الأشرف وتمسكوا بها وجعلوها دليل، وعقدوا عنوان في كتابهم، لهم كتاب هو مرجعهم في مصر أيام الجهاد في مصر، كان لهم كتاب اسمه العدة في إعداد العدة، كتبه هذا كان اسمه على الكتاب عبد العزيز عبد القادر، والآن يسمى دكتور فضل، والآن تراجع عن كل ما سبق، تراجع عن العنف والقتال والجهاد إلى مسلك السياسة، فالآن يحاولون ينشئون حزب سياسي ليخوض الانتخابات، وتركوا الجهاد. كان يقول باب مستقل، يقول سنة مهجورة وهي الاغتيال، فيأتي بحديث كعب بن الأشرف وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة لقتله، ويأتي بحديث المرأة هذه اليهودية كيف قتلها هذا المسلم الأعمى، فيقول هذه سنة من سنن النبي، الآن هم يطبقونها ويسمون ذلك جهادا. فيأتون للأحاديث التي هي مشكلة. العلماء لما كل العلماء عندما يذكرون حديث كعب بن الأشرف يذكرون هذه المسألة، وهي أنه قتله على خلاف ما تقرر في الشرع من أن الكافر الحربي يعصم دمه بالأمان يعطاه، وهذا قد أعطي الأمان من قبل، وأعطي الأمان بما فعله محمد بن مسلمة هو من معه أعطوه الأمان، فكان ينبغي أن يعصم دمه، لكن مع ذلك قتلوه. فما هذا الإشكال؟ فرفعه يكون عن طريق عدة وجهات، يعني العلماء لهم توجيهات كثيرة في رفع هذا الإشكال، ومنها ما ذكرنا عن ابن تيمية أنه كافر حربي تحتم قتله لنيله من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن من لطائف الأشياء أن في الأسبوع الماضي قرأت في جريدة القبس صفحة كاملة عن صورة كاملة حصن كعب بن الأشرف في المدينة من الآثار موجود إلى الآن، فتكلموا عن هذا الحصن وبنيانه وتاريخه في جريدة القبس. ومن ضمن الأشياء اللي تطرقوا إليها كعب بن الأشرف وأنه قتل، وذكروا قصة مقتله، وذكروا طرف من مقتله أنه هذا مقتله خلاف ما تقرر في الشرع، ونقلوا أقوال لابن العربي وغيره أن مقتله لا يخالف الأمان، وذكروا بعض الوجوه التي توفق، يعني هذا معنى الأمر تاريخي، يتكلمون عن الحصن تاريخي، وذكروا هذه المسألة سبحان الله. يعني هؤلاء الناس اللي ليس لهم صلة بالشرع يعني، لكن نقلوا أن مقتله خلاف ما يتقرر في الشرع، ونقلوا عن بعض العلماء كيف يوفقون بين ما تقرر بالشرع أن الكافر يحصل له الأمان، وأن هذا قتل بعد إعطاء الأمان، لأنه ما أذكر يعني بعض الوجوه، لأن وجوه كثيرة وجهوا هذا، وفقوا بين هذا الحديث وبين. فهؤلاء العوام في الجرائد يكتبون هذا الأمر، فهذا دليل على أنهم يأخذون المجاهدين يأخذون هذا وحديث المرأة التي قتلها هذا الأعمى ويجعلونه هو العمدة، ويتركون ما استقر عليه العلماء وأجمع عليه العلماء أن الكافر الحربي يعصم دمه بالأمان، ويعملون بالمتشابه ويتركون المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا بالنسبة أحد العلل التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، خوف الفتنة وعدم القدرة. وهناك علة أخرى، وهو أنه حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، هذه علة أخرى. فقد كان العرب حول المدينة إنما ينظرون إلى الظاهر، فلو قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعض المنافقين أو بعض الزنادقة من الخوارج وغيرهم
لقالوا إن محمد يقتل أصحابه، يرون الظاهر فيسوء ظنهم بالإسلام. والواجب على المسلمين أنهم يبرزون محاسن الإسلام حتى يكونوا سبب في إسلام الكافر. المسلم عليه أن يبرز محاسن الإسلام الكافر حتى يدخل الكافر في الإسلام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الغرض، ولا يسوء ظنهم بالإسلام، ولا يقولون أن محمد يقتل أصحابه فيسوء ظنهم في الإسلام، فكان يترك قتل من يستحق القتل، وناس قد يستحقوا القتل ويترك قتلهم من أجل حفظ سمعة الإسلام حتى لا يسوء الظن بالكافر بالإسلام. اليوم ماذا يفعلون؟ العكس، يأتون لمن لم يستحق القتل فيذبحونه كذبح الخروف، ويصورونه أمام العالم يقولون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويأتون بالآيات. فماذا يعني يحصل ظن الكفار بالإسلام؟ يسوء ظنهم بالإسلام، عكسوا الأمر. فهذه علة أخرى، وهي أنه حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه. في علة ثالثة، وهو أن من أظهر الإسلام هذا إذا لم يتبين حقيقة زندقته ونفاقه. فمن أظهر الإسلام فإنه يقبل منه ظاهر الإسلام ولا يؤخذ بفلتات لسانه من الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع يأتي رجل فيظهر كفرا وزندقة، فيستأذن خالد بن الوليد يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، دعه لعله يصلي. فيقول خالد بن الوليد كم من مصل يقول كم من مصل يقول ليس له من صلاته شيء. لا، في لفظ آخر اللي أنا وقفت عليه، يعني يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فتركه من أجل أنه قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال ما أمرت أن أشق عن صدور الناس، وما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، علي من الظاهر. ما دام هو يظهر الإسلام يظهر الصلاة خلاص. وفي حادثة أخرى كانوا يسارون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل وجهه مع المنافقين، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا نعم، ولكن كم من رجل يشهد بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال أولئك الذين نهيت عنهم، أو قال لم أمر أن أشق عن قلوبهم أو أشق عن صدورهم. فهنا أخذ العلماء ذلك وقالوا إن العمل بالظاهر، فمن أظهر الإسلام يقبل منه ظاهره حتى لو كان باطنه وقرائن تدل على خلاف ذلك. وأصرح شيء في ذلك ما حدث مع أسامة بن زيد. كان رجل من المشركين يقاتل المسلمين والسيف في يده، فلما سقط السيف من يده وأراد أسامة أن يضربه قال لا إله إلا الله فضربه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه بعد ذلك يقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا ليعصم دمه، كل القرائن تدل على أنه إنما قالها ليعصم دمه. قال وهل شققت عن قلبه؟ ما يعمل بالقرائن، ما دام قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام اقبل منا ظاهره، تقبل منا الظاهر ولا تعتد بالقرائن حتى يتبين كفره. طبعا هذا ما ينفي وجوب عقابه، نعم، بس الحكم عليه بالكفر ما يجوز. فهذه العلة الثالثة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض المنافقين. والعلة في علة رابعة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم كالملوك يقتل من شاء ويمنع من شاء بحسب ما يشتهيه، كما يفعل بعض الجبابرة، إذا شاء يقتل رجل من غير سبب وإذا شاء يستبقيه من باب التجبر. فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما العلل الثلاث الأخرى يقول ابن تيمية هي باقية إلى يوم القيامة، فمتى ما وجدت يعمل بها.
ونحن اليوم أحوج إلى العمل بها من ذي قبل. ثم بعد ذلك من جهة القدرة وجدت القدرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالكف عن المنافقين، لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، يعني اترك أذاهم ولا تقابل أذاهم بالعنف والقتل. ثم بعد ذلك لما حصل العز والتمكين، هذه الآية نزلت بعد غزوة الخندق، يعني مع وجود العز والتمكين لكن لم يكن على أتمه. أول العز والتمكين كان في غزوة بدر، فكان المنافقين ما يستطيعون أن يظهرون نفاقهم إلا قليلا، ومع ذلك كان الله عز وجل يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، اترك أذاهم. لكن بعد ذلك بعد فتح مكة وتمام العز والتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكافرين والمنافقين أمرا عاما، فلم يستطع بعد ذلك أحد من المنافقين أن يقول كلمة بعد تمام العز والتمكين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الخوارج لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بين رجال، قسم الذهب بين رجال، أعطى الرجل الواحد يعطيه 50 مثقالا 70 مثقالا ويترك آخرين. فقام الرجل فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الخيانة والتخوين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك كفر وردة ظاهرة بينة وليست خفية. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه. قال لعمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنقه، قال دعه يخرج من هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في نصله فلا ترى أثرا للدم واللحم من شدة مروقهم من الدين. اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا ولو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما له من الأجر لنكل عن العمل. يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هم شر الخليقة وشر قتيل من قتلوه. ووصفهم بأوصاف كثيرة. كان في بداية الأمر يقول ابن تيمية رحمه الله كان في أول الأمر طمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستأصلهم من أول أمرهم. لما ظهر أولهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حطم العزة النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بذهب العزة ففرقه بين رجال وترك آخرين، فقام رجل فأخذ يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقسمته وذهب، فأمر أبو بكر أن يقتله. في هذا الزمن أمر أبو بكر أن يقتله فذهب فلم يجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، لا انقطع أمرهم. لكن بعد ذلك يقول ابن تيمية أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجين لا محالة، قتلهم أو لم يقتلهم فإنهم خارجين لا محالة، فلذلك ترك قتلهم. في الحالة الأولى نعم كان قتله مفسدة فكان يترك قتل المنافقين، لكن في هذا أمر بقتله. لماذا؟ لأن المصلحة في استئصالهم أعظم من المصلحة من ترك قتله. لكن لما علم بعد ذلك أنه ليس في مصلحة في قتلهم لأنهم خارجين لا محالة ترك قتلهم وقال يخرج من ضد هذا رجال ووصفهم. فكان هؤلاء قتلهم أنهم استوجبوا القتل بأعيانهم سواء مجتمعين أو مفترقين، حتى لو كانوا مفترقين أو واحد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتي بصبيغ يسأل عن المرسلات وعن الذاريات كشف عن رأسه فقال لو وجدتك حليقا لضربت الذي فيه عينيك لقتلته. يقسم عمر مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه هناك في حالة الضعف نهاه عن القتل حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه وكان في ضعف.
لكن هنا يقول في حالة العزة والقوة، يقول لو وجدتك حليقا، وكان من صفات المنافق، كان من صفات الخوارج التحليق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق، فأراد أن يستوثق فوجد عليه شعر فشك في أمره أنه ليس منهم فترك قتله. طيب لو أنه قتله، مع أنه كان هناك منهي عن قتله، لكن هنا يقتله. لماذا؟ لأنه ليس هناك مانع من قتله، والنبي أمر بقتلهم. كذلك علي بن أبي طالب لما كانوا في جيشه ما قتلهم. لماذا؟ لأنه كان يستألفهم ولهم قبائل تغضب لهم، فلو قتل هؤلاء الخوارج أولا لم يكن يتبين أنهم من الخوارج، حتى قتلوا ابن خباب وأتوا على سرح المسلمين فعلم أنهم من الخوارج. فقصته معهم معروفة، أنهم قاتلهم في النهروان وقتلهم عن بكرة أبيهم، ثم قال لم ينجو منهم إلا 9 من هؤلاء الخوارج، وكان القتل بعضهم على بعض، فقال ابحثوا في هؤلاء القتل عن رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن عضده مثل ثدي المرأة، وعليه حلمة عليها شعرات بيض، فبحثوا لم يجدوه. قال والله ما كذبت ولا كذبت، أنا ما كذبت والنبي ما كذبني، تجدونه. بحثوا فوجدوه كما نعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله أن علي بن أبي طالب كان ما قتلهم في أول الأمر. لماذا؟ لأنه يريد أن يستألفهم ويريد أن يتقي شرهم، لأن لهم قبائل تنتصر لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتلهم في ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في فتح مكة، وعندما أرسل علي بن أبي طالب أيضا بالذهب من اليمن وقسمه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قتلهم لهذه العلة، لأنه يئس أن ينقطع دابرهم، كما يئس أن يقطع دابر المسيح الدجال. لما قيل ابن صياد أنه المسيح، استأذنه عمر بن الخطاب أن يقتل ابن صياد، لكن تبين للنبي أنه خارج لا محالة، فقال إن إذا كان هو فلن تسلط عليه، لأنه خارج لا محالة. إن كان هو فلن تقتله ولن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة أو لا منفعة في قتله. فكذلك هؤلاء الخوارج. الشاهد من ذلك كله أن قتال المنافقين وقتال الملحدين وعقوبة المخالفين تكون في حالة القدرة للإمام، ونحن نتكلم عن الإمام ما نتكلم عن غير الإمام. يعني لو كان إمام المسلمين يريد أن يقاتل أو يعاقب المنافقين أو المخالفين، وكان في عقوبتهم ضرر وفتنة، يجوز له أن يترك عقوبته. مثل اليوم لو كان رؤساء بلاد المسلمين أرادوا أن يعاقبون رجل يعني يقول بكلمات الكفر أو الزندقة أو النفاق، ولو قتلوه لنشبت فتنة، فله أن يتركه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يترك قتال المنافقين إذا كان في ذلك مصلحة. اليوم مثلا في الكويت أو في السعودية مثلا لو ظهر واحد تكلم بكلام وكفر، فللإمام أن يترك عقوبته. حتى القضاة لهم أن لا يسمعون الدعوة فيه، لأنهم لو قتلوه من أجل كلمات قالها ربما تسلط عليهم الكفار وتسلط عليهم الناس من الداخل ومن الخارج، فيكون في فتنة ويكون في مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتال الناس استوجبوا القتل بذلك، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم وقتلهم لهذه المصلحة. هم استوجبوا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يستحقون القتل كما قال بحاطب بن أبي بلتعة. يقول ابن تيمية أن حاطب بن أبي بلتعة لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما علل بالعلل الأخرى، لكن علل بأنه ليس مستوجب للقتل وأنه مؤمن، لأنه سمع من حاطب أنه قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا بغضا في دين الإسلام ولا حبا بالكفر، ولكن فعله عندما راسل قريش
بشأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون له يدا عند قريش فيحفظون بها ماله وأهله في مكة، فكان له غرض دنيوي لا ردة، فقال صدقكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأنه مؤمن، وقال وما يدريك لعل وحضر بدر لعله ايش طلع الله على بدر. نعم، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بخلاف هؤلاء المنافقين. طيب نكتفي بهذا، جزاكم الله خير. عبد الرحمن، الشخصين الذي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، شخصين هم 3، يعني هذه حادثتين، واحدة تركه وواحدة أمر بقتله. واحدة أمر بقتله الأولى اللي عندك عبد لما أخذ مال العزة. أما الأخرى اللي قال يخرج من ضئضئ هذا تركه. نعم تركه، هذا في غزوة حنين، وزع مال واعترض عليه. وأيضا في حادثة ثالثة لما أتي مال من اليمن أرسله علي بن أبي طالب فقسمه بين 4، واعترض وتركه أيضا. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين طعن في الصحابة لا ما قتل. هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما قتل كعب بن الأشرف، أمر بقتل كعب بن الأشرف، كافر أصلي، واليهودية كافر أصلي. ظاهرهم الإسلام النبي أمر قتله وهو مباشر هذا وصلنا يعني عند شخص ما هو يعني العبرة مو كونه كافر ولا شيء، عبرة بأن نال من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني يكون هذه حادثة خاصة مش أن نال من الشخص النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ حالة خاصة بهذا الشخص وهذا الموقف، والذي تكررت بنفس الظروف، وقال يهودي أمام مسلم نال بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا كفرا أصليا، وسب النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة أنه يعني سب صريح. أي نعم، فيقتله المسلم يكون قتله حق شرعا كحال هذا الأعمى. أي بس شنو مراعاة الأمور الأخرى. يعني مثلا ابن تيمية يقول إذا شخص كان مطلوب للإمام مثلا قاطع طريق، والإمام أراد أن يقتله لكن ما تسلط عليه، ما تمكن منه، فتمكن منه مسلم، تمكن منه يعني رجل واستطاع أن يقتله، فهل له أن يقتله؟ قال إن علم أن الإمام يأذن بذلك يقتله. إن علم أن الإمام يبيح قتله. هذه قاعدة تنزل على الساب والشاتم. نفس القاعدة، إذا يعلم أن الإمام يرضى بذلك، إذا يعلم أن الإمام يريد قتله لا يرضى. واحد سب عارض الآن، ما هو يسب دائما، يعني عارض له الآن الموقف، فالإمام لا يطلبه لأنه بدأ السب ابتداء، الآن ما يعلم الإمام بسبه، لكن علم مسلم. بس إذا كان يعلم أن الإمام يأمر بقتله يقتله، يكون هنا يأمر بقتل من سب الرسول عامة. فهو استوجب القتل، من سب الرسول استوجب القتل، كما يعني غيره من أهل النفاق وغيره يستوجب القتل، لكن مو كل من استوجب القتل جاز قتله. النبي كان يترك قتل أناس استوجب القتل لمصالح كثيرة،
وهذه المصالح موجودة إلى يوم القيامة. وإذا كان الساب في دولة كفر مثل ما يحدث الآن، هذا يستشهد في هذا الكلام يعني استدل به على ما نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسخر منه في الجرائد الدول الكافرة مثلا، فيقول كذا أنا ذهبت وقتلت هذا الكاتب المصور النبي بصورة قبيحة في دول كفر، يعني حكوماتهم وقوانينهم لا ترضى بقتله لأجل هذا السب، فيقتله احتسابا ولا ما يجوز له أن يكون غدر؟ لو دخل الدنمارك وقتل الراسم الكاريكاتير الدنماركي مثلا. اي هذا ما هو سب. اولا الرسم الدنماركي هذا ما هو سب صريح. يقول ابن تيمية ان اليهود كانوا يقولون السلام عليكم، وهذا سب، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم. ليش؟ لانه ليس بصريح، ليس بصريح. فالسب الصريح الواضح يقتل. اما غير السب، هم شنو سوى الرسام؟ يقول ان الرسول جاء بالقتل، يعني يرسم الرسول انه عنده خنجر او قنبله او كذا، انه جاء بفكر التقتيل. وهذه المقوله نفسها يقولها القاعده والخوارج، هؤلاء هم نفسهم يقولون جاء بالذبح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالذبح وجاء بالقتل وجاء بالتفجير، ويكتبون سنه مهجوره. القتل والتفجير سنه مهجوره من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما زاد الا ان قال مثل ما قال هؤلاء، هل نقتل هذا او لا؟ هو صور الصورة اللي وصلت له. إيه يعني الصورة المعبرة أن الرسول جاء بالقتل وجاء بالذبح والتفجير. وهم منين أخذ أن الرسول جاء بكذا؟ من فعلهم. هم يقولون أن الرسول جاء بذلك، فهو صدقهم وقال نعم. هذا ما هو من السب الصريح. وبعدين الأولى أن يلام هؤلاء اللي هم ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم. أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرف أقر كابن الأشرف من الإمام المرأة اليهودية قرار النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لا، بس إن استجاب القتل هذا حكم مطلق. يعني من سب النبي مستوجب للقتل في أي وقت وفي أي زمان. بس طبعا الأحكام الثانية موجودة، أن المصالح اللي من أجلها يراعي. عليكم السلام. بالنسبة للرقيق العلماء خصوا يعني العبد بأحكام تخالف الحر. يعني يباح للسيد أن يقيم بعض الحدود على عبده. عليكم السلام. بس الحر لا، ما يجوز. بالنسبة لشنو العبد يعني ولا؟ والله العبد ما أدري، يعني القتل الظاهر ما أدري والله. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد ايش؟ طبعا المسجد يا ما مرة ورد ان اماكن الصلاه لازم يخرج. بس هو عدم وروده يعني مو دليل على عدم وجوده يعني. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شلون الجلسة؟ والله يعني شوي بس لا زين يقعد قدام هذا السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام.